وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده جايلكوا بافجر برنامج في المجال، برنامج يفك حظ الارقام وحظ الارقام. تمام، البرنامج ده موجود فيه اكواد وبندات، يعني الناس اللي بتقولك انت جايب لنا برنامج بيفك ازاي ده، عشان الناس اللي داخله جديده المجال والكلام ده، او القدام واللي مش فاهمين. على العموم يا جماعه، احنا ده البرنامج. تمام، انا هنزلكوا على قناه التليجرام. انا كنت ناوي ان انا انزلهولكوا والله مدفوع، اللي هو بمقابل والكلام ده، بس قلت ايه ما يغلاش عليكم مع انكم مش بتقدروا اصلا. تمام، يا ريت شويه في القناه بس عادي. يلا نخش كده على البرنامج هنفتحه من الاول. تمام، نخش عليه كده. يعني هكتب الباسورد وهرجع لكم تاني. عشان بس تبقوا داخلين البرنامج، يعني اول لما تسمعوا الفيديو فلازم تركزوا عشان هقول الباسورد على مرتين. تمام، هو بالانجليزي هيبقى حروف بالانجليزي. تمام، الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي. تمام. احنا هنا عندك هنا 12 كود، يعني هنا للفك حظ، يعني دوت عندك هنا رقم كان طاير تسجيل دخول. تمام، هنا اتفك بعد ما اتفك وكده، فدي الاكواد دي اللي طلب المراجعة والكلام ده وهكذا. تمام. عندك هنا كود فك انتهاك مشدد، كل الاكواد دي للطعن والحاجات دي. تمام. يا خرا شنو هذا؟ عندك هنا ايميل الشركة، انت بتدوس هنا كده على كود فك انتاج مشدد، عندك هنا ايميل الشركة والموضوع وهكذا. تضغط نسخ كده ونروح مثلا على قناة التليجرام او اي شات في التليجرام. ثانية كده، هنخش مثلا على الشات اللي فوق ده كده، انا دخلته هنا، انا سايبه هنا نسخ. تمام، هتاخد انت بقى الجيميل اللي هو دوت كده، تاخد الجيميل اللي انت نسخته. تمام، وتروح على الجيميل ده وتضغط على علامة الانشاء دي. بس بعد ما تعمل جيميل جديد، انت كده عارف بتعمل جيميل جديد ازاي، وهتدوس هنا كده وهتدوس الموضوع ده، هتضيف فيه رسالة اللي تحت، الرسالة اللي هي دي كده، اللي بعد الموضوع دي كده، هتنسخها اهوت قص مثلا اهو، الناحية التانية دي اهوت، هتحطها في الموضوع. تمام، انت كده بعت للشركة، الشركة بقى هترد عليك بقى مثلا هيرد عليك يقولك Today I am going to make a new video, so please sarakap whatever. سبب المشكلة بتاعتك او مشكلتك والكلام ده. هتخش انت بقى على البرنامج تاني بعد ما تعرف الباسورد مني، تخش على برنامج تاني وهتيجي على مثلا على الكود التاني ده. تمام، وهتاخد نسخ كلمة مرحبا بفريق دعم واتساب ده، هتقوم ناسخها كده عادي خالص، وهتقوم باعتها بالرقم بتاعك، علامة ازاي دهيت تحت هتبعتها بالرقم بتاعك هنا. تمام، هتضغط على 20 كده، هي كده. تمام، هتضغط 20 وعلامة الزايد هنا كده، وهتيجي هنا وهتكمل كده. تمام، 0 10 مثلا، المهم انت تكمل زي ما انت عايز. تمام كده، احنا عرفنا هنخش على البوتنات كلها، ادي تالت بوتن ورابع بوتن اهوت، نخش على كله كده، مش عايزين وقت الفيديو يطول اهوت. هنا عندك الغاء وهنا عندك نسخ لو انت عايز تنسخ وهكذا. تمام اهو، كل البوتن شغال مفيش اي مشاكل والاكواد عندك زي الفل. طب انا دلوقتي عايز اخش على الواجهة التانية اللي هي فك حظ ارقام، بتضغط على اللي هي فوق دي كده دي. تمام، عندك هنا بندات حظ ارقام، عندك هنا 12 بند. عندك هنا اول بند انا كنت مطالب فيه في اول فيديو هنزلهولك على اليوتيوب، البند الروسي ده، الصلاة على النبي، اقسم بالله ولحد الان شغال. هو ممكن يبقى بيرفض مع ارقام، في ارقام بترفض، فانت جرب واحدة واحدة هيطير معاك. تمام. عندك هنا اكتر بندات دي بتبقى طعن، وفي بندات بتبقى طلب مرجع وهكذا. تمام، بقوة البند. عندك البند ده انا مطير فيه في الفيديو اللي قبليه. تمام، ده تاني بند. تالت بند اهوت، وده رابع بند، خامس، سادس بند، البند التالت برضه. وعندك هنا طريقة التلغيم، هنا طريقة التلغيم بقى تعرفك ازاي تلغم بندات وهكذا. تمام، تحط لينكات بقى زي ما انتوا فاهمين، انتوا بقراوا المسج ده. تمام، عندك هنا البند السابع. تمام، عندك هنا البند الثامن، وعندك هنا البند التاسع والبند العاشر. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد.
وهنا ده البند ال11 وده ايه طريقة الترغيم. تمام. احنا كده شرحنا لك ايه كل حاجة. انت اكيد برضو يعني عشان اشرح لك البندات دي انا سايب لك هنا كذا فيديو في قناة اليوتيوب، سايب لك حوالي 3 فيديوهات او 4 فيديوهات. واخر طريقة اللي هي ايه طريقة الجروبات، فالطريقة دي شغالة ومضمونة، بس اهم حاجة تكون ايه جروب قديم وهكذا، وتشد بقى من كذا رقم. تمام. انا سايب لك اداء طريقة. تمام. تاني طريقة اهيت، تالت طريقة، ودي رابع طريقة. تمام. وطريقة الفينش اهيت، التفنيش برضو دي كنت منزلها لكم بقالي 8 شهور يعني حوالي سنة، شغالة برضو. تمام. انت كل الطرق بتبقى شغالة، بس ايه رك على طولة البال. تمام. احنا كده ايه شرحنا البرنامج وفصلناه. انت فاضل حاجة، هنرجع تاني كده لورا. الباسورد هيبقى يا جماعة اول حرفين، او بالانجليزي هيبقى SA. تمام. اول حرفين. هنيجي كده على المطور اللي تحت دي كده، على كلمة المطور. عندك هنا بقى ايه عندك النيم سلام على الدين سالم. عندك هنا التحديث، انا اصلا عامله من شهر 9 اللي فات، من شهر 9 اللي فات دوت، يعني من 3 شهور. تمام. او من شهرين اهو، بس مكنتش عايز انزله دلوقتي. على العموم مفيش مشاكل. عندك هنا شات التواصل، بتخش كده لازم واتساب ماسنجر. تمام. بتخش عادي. عندك هنا يوتيوب، دي قناة اليوتيوب اهيت، ده الفيديو اللي حصل كده. عندك هنا فيسبوك لو انت عايز تخش فيسبوك وكده. وعندك هنا ايه قناة التليجرام، عايز تخش انضم، فيا ريت تنضم عشان ايه كل جديد بقى، يعني بنزل لك حاجات جديدة، بندات، ممكن انزل لكم بندات اي حاجة جديدة. تمام. مش لازم قناة اليوتيوب وانزل على كل حاجة. تمام. كده 3 ارقام من الباسورد هيبقى ايه EM كده سالم. تمام. اهوت هنسخها لكم يا جماعة واكبرها لكم في التليجرام اهوت، هيبقى كده. تمام. سالم كده. فيا ريت بقى ايه تقدروني على البرنامج ده. انا نزلتلكوا اقسم بالله من غير اي حاجه، يعني من غير ما مدفوع والكلام ده زي ما الناس بتعمل، ولا يقول لك ثغره ويقول لك كورس وبتاع ويقعدوا يضحكوا عليكم. فده البرنامج بتاعوت الناس اللي بتحب تسرق والكلام ده وتحب تقلد. يعني انت لو جيت قلت لي هات لي المشروع انا هديهولك من عينيا الاتنين. يعني عندك العوام يا اخويا جدع، اقسم بالله اجدع واحد شفته في المجال ده. يعني ياخد الحاجه قبل ما ياخدها يعرفك ويقول لك انا هاخد الحاجه دي، ويحط المصدر، يعني يقول المصدر مين اللي عامل البرنامج ده. راح حط المصدر تبعي. تمام. في البرنامج بتاعه كان واخد التصميم بتاعه كده، وحط المصدر وقال اخويا وبتاع، وقال اسمه وكتب اسمه وعمل كل حاجه. فانت مش هتبقى مثلا ايه، يعني انت مش، يعني انت يا عم الحاج انت مش اقل مني، انت ممكن تعمل زيه واحسن مني كمان، بس يعني مش تسرق. قول لي وانا يا عم لو مش عارف اعلمك. تفهمني كلنا لبعضينا صح. فيلا ادي اول واجهة. تمام. ودي تاني واجهة اللي احنا شفناها برضو. وعندك دي واجهة المطور، وعندك دي اول واجهة بتاعت الباسورد، وعندك دي اول واجهة خالص. انا البرنامج ده هعمله كله هشفره، ده اول حاجة. وهعمل برضو لقطة الشاشة اللي محدش يخش يلقط الشاشة خالص، ياخد سكرين شوت. مفيش الكلام ده. يعني انت لما تيجي تاخد سكرين شوت في البرنامج مش هتاخد سكرين شوت، انا عامل نسختين وهكذا. فانت لو حابب تعمل برنامج، تاخد البرنامج او مثلا تاخد المشروع وهكذا، خش لي هتلاقي هنا في المطور هنا هنا شات التواصل. هتخش لي وتقول لي انا عايز البرنامج ده، اما هدولك ومن عينيا الاتنين هدولك وانت عدل عليه براحتك، مفيش اي مشاكل. فياريت بقى تقدرونا على قناتي لاني واقعة خالص اخر 3 فيديوهات باين مفيش ريتش نهائي. اللي هو انا نزلتلكوا لعبة كاردي اقسم بالله بتكسب منها احلى فلوس. تمام. عندك ده جايب 500 مشاهدة، المفروض اصلا يجيب 2000 مشاهدة ولا حاجة. تمام. وحسب الهاشتاجات، بس انا عامل هاشتاجات كويسة. تمام. عندك هنا 52 مشاهدة من 13 يوم، وعندك هنا من 3 ايام 156. طب ليه ده؟ طب ما احنا كنا هنا ماشيين حلوين من اول فيديو ده واحنا ماشيين حلوين، يعني 3 فيديوهات ورا بعض ضربوا، بعد كده الفيديو ده وقع، وبعدين الاتنين دول ضربوا والتلاتة دول ضربوا كده، وبعدها وقعت. لا انا عايزكم على طول دايمين معايا كده، والفيديو انزله يبقى مثلا عليه 100 لايك مثلا يا عم. يلا مش مشكلة، يلا اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.